ولكنهم قالوا بأن الفقر أنواع، كما أن الغنى أنواع. قالوا هناك فقير نفس، وهناك فقير بعلاقته بالله، وهناك فقير مال، وهناك العكس، هناك غني نفس وغني بالله وغني بالمال. الغني قد يكون غني نفس، وما أكثر النفوس الغنية التي ترى بأنها أعلى من أن تمد يدها إلى غيرها. الشاعر يقول: إذا أظمأتك أكف اللئام، كفتك القناعة شبعا وريا، فكن رجلا رجله في الثرى، وهامة همته في الثريا، أبيا بنفسك عن باخل، تراه بما في يديه أبيا، فإن إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء المحيا. أن يموت الإنسان أحسن من أن يمد يده إلى الناس. هذا العربي كان يملك هذه الهمة. لكن الإنسان مطالب بأن يعمل من أجل أن ينال رزقه، وأن يكفي نفسه، وأن يعف أهله، حتى لا يمد يده إلى الآخرين، لأن في ذلك ذلة كبيرة، أن يمد الإنسان يده